نختموا هذا اللقاء هذا بواحد المعطى بالغ الى علمنا انكم غديروا شي خطوه بير الامم المتحده بخصوص سبته ومليليه. واش يمكن لك يعني طلعنا وطلع الجمهور؟ لا طبعا العمل ديال الجمعيه كما تنقول دائما العمل ديال الجمعيه غير متوقف على مجال معين او حصري في شي حاجه. فكل ما الجمعيه ترى على ان هناك حق من حقوق الانسان او حق ديال الكرامه ديال المغربي خصها تاخذ المبادره. مثلا هذا الشيء اللي ديال سبته ومليليه انا داخل المكتب المركزي ناقشنا الامر، خاصه من بعد التصريحات والارهاصات اللي بانت منذ مده لان اسبانيا تحاول ما امكن انها تدفع الحدود الاوروبيه الى سبته ومليليه. كانت اخر حاجه اللي كانت عاوتاني دات هذه واحد اليومين ولا 3 ايام ديال الطلب ديال سانشيز الاتحاد الاوروبي من اجل اعتبار سبته ومليليه هما اخر الحدود ديال اوروبا مع افريقيا. اذا بعد انتظار طويل كنا كنتسناو على ان تكون رد فعل ديال الحكومه قوي على هذا الشيء اللي دار سانشيز والممارسات من خلال الزياره الاخيره ديالو لسبته وهذا انها تكون مبادره معينه من اجل وقف هذا الشيء. في غياب مبادره من الحكومه المغربيه. علاش المغرب سكت على هذا الشيء؟ ما عرفتش كيفاش كتفسر يا عزيز باش نختموا؟ واش ما كيبانلكش التلاميذ استفزازات الاسبانيه طبعا عمرها وقعت مع المغرب؟ الاسباني استفز، شنو استغلوا الاسبان باش استفزوا هكا؟ طبعا اولا استغلوا الضعف ديال الحكومه المغربيه، كذلك التعاطف الاوروبي اللي كان من بعد الخطا اللي دارت الحكومه المغربيه بداك الشيء ديال سبته. انت غلطتي كتخلص. اذا قلنا احنا داخل الجمعيه ارتئينا لاننا الان في هذه الايام القريبه اننا نوجه رساله للجلسه العامه ديال الامم المتحده اللي كيترأسها الان واحد من هنغاريا، المطالبه باللي الجلسه العامه او ديال الامم المتحده ان تدرج ملف سبته ومليليه لدى اللجنه الرابعه المكلفه بتصفيه الاستعمار. غادي طلبوا على ان سبته ومليليه تدرج في اللجنه الرابعه لتصفيه الاستعمار. تصفيه الاستعمار. ولكن شنو غايه هذه الخطوه ديالكم؟ الغايه ديال الخطوه اولا نكونوا جاوبنا على مسؤوليتنا كجمعيه مغربيه للحقوق تدافع عن الكرامه، وكنظن باللي الاستمرار ديال الاستعمار ديال سبته ومليليه ينقص من الكرامه ديال البلاد ككل. النقطه الثانيه اثاره الملف من جديد، لان الان اصبح العالم مطبع على ان سبته ومليليه ماشي مغربيه، والا ما كانش غتجرأ اسبانيا وتمشي في هذا الاتجاه ديال طلب من اوروبا على ان الحدود تكون هي سبته ومليليه. اذا الدور ديالنا هو اننا نديروا هذه المراسله، وسننتظر من المنظومه العالميه. دابا حنا كنتبعوا هادشي ديال اوكرانيا والضجه اللي كاينه عليها. هناك عالم جديد يتشكل، يجب ان يجد المغرب موقعا له. هذا الموقع جزء منه هي اننا نرجعوا سبته ومليليه. توقعوا تفاعل معكم تنجح الخطوه هذه؟ حنا كنديروا اللي علينا، ولا في حاله الا ما كانش تفاعل كاين خطوه اخرى؟ طبعا ما كانش غادي نخرجوا للمنتظم الدولي وغادي نكشفوا على ان الامم المتحده ما قدرتش تاخذ موقف في ملف اللي واضح بشكل كبير جدا. السؤال اللي هنا، هل الحكومه المغربيه ستواكب العمل ديالنا وستتبعه او لا غادي تصمت؟